اشتركوا في قناة ديزاد فوت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خاوتي. اليوم راح نستعرض لكم التشكيلة الأمثل للمنتخب الجزائري لمواجهة المنتخب البوتسواني في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم، مقارنة بمردود كل لاعب في ناديه حاليا في الفترة الحالية. بكل صراحة أعتقد أن الخطة الأمثل لمواجهة المنتخب البوتسواني هي 4-3-3 كما لعبنا معهم في الذهاب، لأن المنتخب البوتسواني عنده وسط ميدان ضعيف وعنده أيضا هجوم ما يسجلش بزاف، مش راح يشكلوا علينا خطر رغم المشاكل الدفاعية الكبيرة للمنتخب الجزائري خاصة في المحور وفي الجهة اليمنى. وحنا راح نستعرض لكم التشكيلة الأمثل حسب رأيي لمواجهة المنتخب البوتسواني. في حراسة المرمى هناك بالنسبة لي 3 خيارات بعيدا عن العاطفة، هناك بنبوط، هناك ريان يسلي، هناك الحارس حديد، وبدرجة أقل بوحلفاية. أنا بكل صراحة رغم أنه حديد لم يستدعى للمنتخب الجزائري في الشان مع بوغرة، لكن أعتقد أنه حارس عنده إمكانيات كبيرة في ظل إصابة أوكيجا وفي ظل المردود الباهت لموندريا الذي يلعب في الدرجة الثالثة. أعتقد أنه حديد صاحب 23 سنة، ماذا بينا نشوفه في تربص المنتخب الاول ويشوف المدرب عن قرب. ريان يسلي يلعب في الدوري الكندي، لعبوا على ما اظن 19 جوله لحد الان في الدوري الكندي، واعتقد ان ريان يسلي عنده مكان في المنتخب الجزائري حاليا، عنده منافسه، راه الدوري الكندي مستمر لانه يلعب في الفتره الصيفيه. اعتقد ان ريان يسلي بما ابانه من امكانيات مع ناديه ماذا بينا نشوفه في المنتخب الوطني، وماذا بينا نسيو ضد بوتسوانا مش حنخسروا والو مع المنتخب بوتسوانا المتواضع. اذا يا اما ريان يسلي اما بنبوط حسب رايي راح يكونوا اساسيين، وماذا بينا نشوفوا ايضا حديد في القائمه. في الجهه اليمنى دون منازع هناك خيار الامثل هو بالغالي رفيق، لاعب ميتشيلين البلجيكي، يقدم في بدايه موسم ممتازه جدا، عنده امكانيات كبيره، 23 سنه، قام بفترة تحضيرية مميزة جدا مع ناديه، لا نعلم هل سينتقل أم لا من ناديه. هناك عروض تدرس من قبل ناديه، وصلته عدة عروض واهتمامات، ما على بالناش اسكو يروح لدوري أقوى، اسكو يروح للفريق ينافس في دوري أبطال أوروبا في بلجيكا، ما ناش عارفين رفيق بالغالي والوجهة تاعو. لكن أعتقد أنه الأنسب في الجهة اليمنى في ظل انعدام الحلول، في ظل إصابة فارسي، في ظل المستوى الباهت لعطال الذي يصاب دوما ويلعب في قطر، وفي ظل دورفال اللي مازال ما لقاش نادي، ومازال دورفال الى غايه هذا الفيديو مازال دورفال ما انتقلش من نادي باري الايطالي، لانه ايضا لاعب جيد جدا. وقادرين نشوفوا ايضا حجام في الجهه اليمنى اذا اعتمدنا على ايت نوري في الجهه اليسرى. عندنا هذو هما الخيارات المتوفره. بالنسبه لي بالغالي هو الاوفر حظا للاعب في الجهه اليمنى، هذا حسب رايي انا، اما المدرب عنده خيارات اخرى اكيد، وربما حتى يكون عطال وفارسي مش جاهزين. الاكيد ان بيتكوفيتش راح يلعب حجام، حتى يستدعي بالغالي راح يلعب حجام. في محور الدفاع بالنسبه لي انا نفضل عليلات رفقة بن سبعيني، او استدعاء بن قرا واعطائه الفرصه رفقة بن سبعيني. لكن حاليا بن قرا لا نعلم هل سيلتحق بالمنتخب الجزائري ام لا. عليلات راه مع المنتخب المحلي، هل بعد نهايه الشان هل سيستدعي بيتكوفيتش ربما مباشره لانه يلعب بالرجل اليمنى. هل سنرى مثلا استدعاء لاعبين اخرين مثل عباده الذي يلعب ايضا مع المنتخب المحلي، هل سنرى مثلا غزاله، هل سنرى ايضا دينام مداح اللي وضعنا عليه فيديو في القناه البارحه وهو مدافع ممتاز جدا في فرنسا وصغير في العمر. لا نعلم الخيارات، لكن اعتقد ان ماندي بن سبعيني راح يكونوا، رغم اني نفضل عليلات او بن قرا رفقة بن سبعيني. في الجهه اليسرى ايت نوري، الاكيد انه راح يلعب ايت نوري. في وسط الميدان انا نفضل انه يلعب بوداوي كرقم 6 ويساعده شايبي، لانه شايبي في فريق فرانكفورت راه يلعب في منصب تقريبا رقم 8 متاخر نوعا ما. بوداوي في نيس يلعب ايضا في هذا المنصب رقم 6، يلعب دوما متاخر ويقدر يلعب متقدم، هو متعدد المناصب في وسط الميدان. لكن في ظل غياب بن نصر عن المنافسه، في ظل ربما بن طالب ما تقدرش تعتمد عليه مباشره كاساسي، خاصه انه مرات يقنع مرات ما يقنعش، مرات يكون خارج مجال التغطيه، مرات مرات نادرة يقدم مستوى جيد بن طالب، الكرات بالعرض، الكرات يرجع البالو للور. زروقي ما نهضروش عليه هذاك، لانه بالنسبه لي ما عندوش مكان في المنتخب. انا نفضل بوداوي رفقة الشايبي، وامامهم مازا، لانه مازا نقدر نعتمدوا عليه، عنده الحيويه، عنده السرعه، عنده المهارات، نقدر نعتمدوا عليه سواء في استرجاع الكرات يعاون بوداوي وشايبي، سواء في صناعه اللعب
يعاون خط الهجوم. هكذا نشوف خط الوسط شيبي، مازا، بوداوي. ولما لا تيطراوي؟ حتى لو يستدعي تيطراوي راح يستفاد منه. تيطراوي قدم في بداية موسم ممتازة مع نادي شارلوروا، ما على بالناش هل سينتقل أم لا، لكنه قدم فترة تحضيرية ممتازة جدا. حماد عبد اللي غائب للأسف بسبب الإصابة، لا أعتقد سيكون حاضر يوم المباراة ولا حتى في قائمة بيتكوفيتش. أما بالنسبة لعوار، يعني عوار مستواه متراجع بزاف مع نادي الاتحاد السعودي، حتى في المنتخب الوطني يعني مستواه متراجع. شفناه ضد السويد ما قنعش بزاف. هذا هما الحلول في وسط الميدان اللي نشوفها أنا مناسبة. في الجهة اليمنى أنا نشوف بلي حاج موسى هو الأحق بذلك المركز، وهو الأكثر جاهزية واللاعب اللي لازم يعطيو له فرصة في مواجهة بوتسوانا باش يكتسب الثقة. عمره 23 سنة، راه يلعب مليح في نادي فاينورد، راه يكتسب في الثقة، أصبح القائد الثاني في فاينورد. جماهير فاينورد كلها تعتبره النجم الأول للفريق. احنا ماذا بينا في المنتخب الجزائري لونسي وحاج موسى ونشوفوه، سواء هو سواء بوعناني. كاين بزاف خيارات، كاين رفيق غيطان أيضا يقدم بداية موسم جيدة مع نادي إستوريل. كاين أيضا يعني عنا الحلول. أعتقد أنه بالنسبة لي حاج موسى هو الأوفر حظا للتواجد في الجهة اليمنى. في الجهة اليسرى بالنسبة لي عمورة راح يكون هو في الجهة اليسرى، وراح يتبادل المناصب رفقة غويري سيكون هو المهاجم رأس حربة، وراح يتبادل المناصب مع عمورة كما شفناها ضد بوتسوانا في مباراة الإياب. في مباراة الذهاب كان غويري مرات يرجع على الجهة اليسرى وعمورة يولي كمهاجم. وعمورة عندما تبادل المراكز مع غويري سجل هدفين. عمورة كان سريع جدا في العمق، الدفاع البوتسواني ضعيف جدا، ما يقدرش يواجه عمورة في السرعة تاعو. انا نشوف بلي من الأحسن البداية بعمورة وغويري ويتبادلوا المراكز، وهكذا نخلطوا الحسابات تاع المنتخب البوتسواني. كاين حلول اخرى على الجهه اليسرى، لما لا استدعاء ريان قولي الذي يقدم موسم جيد مع ناديه. كاين كاميال نغلي لاعب ميلوال الانجليزي، يقدم في بدايه موسم جيده، سجل، يقدر يلعب في الجهه اليمنى في الجهه اليسرى على الاجنحه. انا المهم ما نشوفش اخويا بالرحمه، ماذا بيا ما نشوفش لاعبي الخليج في المنتخب الجزائري، ماذا بيا ما نشوفش لاعبي الخليج لانه ما عندهمش مستوى، متقدمين في السن. هذه حقيقه يجب تقبلها ويجب الابتعاد عن العاطفه. حتى في قلب الهجوم في الاحتياط ماذا بيا نشوف بن بوعلي الذي يلعب في الدوري المجري مع فريق غيور، ويقدم ايضا مستويات جيده في دوري المؤتمرات الاوروبي، سجل هدفين. وماذا بيا لما لا نشوفوا بقرار اذا عاد لمستواه مع دينامو زغرب الكرواتي. ماذا بينا نشوفوا هذو اللاعبين الصغار ضد بوتسوانا، والمباراة في بلادنا في ملعب أيت أحمد في تيزي وزو، يعني أكيد أنه راح يقدموا مباراة كبيرة في ملعب مميز كملعب تيزي وزو. ولما لا تكون انطلاقة لجيل جديد من لاعبين المنتخب الجزائري بروح جديدة. عندنا أيضا حلول بوعناني يقدر يلعب في وسط الميدان، عندنا حلول حجام يقدر يلعب في الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى. إذا لعب حجام في الجهة اليسرى أيت نوري راح يدخل وسط الميدان، الأكيد راح يعتمد بيتكوفيتش على هذه الطريقة إذا اعتمد على حجام في الجهة اليسرى. أيت نوري يقدر يلعب أيضا كظهير وهمي كما رانا نشوفه في مانشستر سيتي، وكما أيضا رانا شفناه في المنتخب الجزائري في المباريات السابقة. يعني على بالنا بلي بيتكوفيتش عنده التنويع التكتيكي، عنده النظرة تاعو، هو قوي جدا من هذه الناحية، لكن من الأحسن أنه يمنح فرصة للشباب. ونتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري. أعزائي الكرام، نصل للنهاية، لا تنسوا دعمنا بلايك، اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والمزيد دوما. سلام.